إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، سمعتم في الجمعة الماضية بعض الأدلة التي ذكر الله عز وجل ورسوله فضائل المطر ومنافعه، وأنه نعمة من المولى سبحانه وتعالى، وذلك يدل على قدرة الله، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وأنه جل وعلا جعل في هذا الماء منافع كثيرة للناس وللخلق. ومن هذه المنافع العظيمة أنه جل وعلا بقدرته ينبت الثمار وينشئ الزرع وغير ذلك من مصالح العباد. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فربنا جل وعلا يمتن على عباده بإنزال الغيث من السماء، فأخرج به من الثمرات رزقا لهم، فلا يجعلوا لله الأنداد والشركاء إذا كان هو المتفرد برزقهم والمتفرد بخلقهم جل وعلا، إذن فهو الذي يستحق العبادة وحده والتعظيم والتقديس وحده جل وعلا، والتوكل عليه والاعتماد عليه، ولا يجعل له أندادا، ولا يجعل من هذه أيضا الثمار ومن هذه النعم لا يجعل منها نذرا ولا صرفا لغير الله جل وعلا، كما كان أهل الجاهلية يجعلون بعض الحرث لآلهتهم ويجعلون بعض الأنعام سائمة وبحيرة لأصنامهم وآلهتهم. فربنا جل وعلا يمتن على العباد بما خلق. قال جل وعلا: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان مختلفا أكله والزيتون والرمان، إلى أن قال: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فأمر وأذن من الأكل من هذه الثمار ومن هذه المعروشات وغير المعروشات، وهو الذي أنشأ جنات معروشات والجنات البساتين. وأنتم تشاهدون كم مزارع وكم فيها من النخيل وكم فيه من الأعناب والرمان وغير ذلك من الفواكه ومن الموز واللوز والجوز وغير ذلك. كل هذا خلق الله، فليست الأصنام تخلق شيئا ولا أحد من الناس ولا حتى الملائكة، إنما الملائكة تتصرف في هذه الكائنات بأمر الله، تحفظها وتصلحها وتمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه جل وعلا. كل هذه الكائنات تحت تصرف الله. فمن أعظم هذه المخلوقات أنه خلق جل وعلا الأشجار النافعة وغير النافعة، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. المعروشات كالعنب يجعل لها
عروشا لتمشي عليها وتمتد على هذه السقوف التي يجعلها الزراع، وهكذا غير معروشات كالنخل والرمان وغير ذلك. فلله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة أن نوع كثيرا من الأشجار والثمار لينتفع بها الناس والخلق. ويستفاد من هذا أيضا أن الزراع ينبغي لهم أن يزرعوا ما ينفع، وأن يتركوا الزراعة التي فيها المضرات وفيها الأمور التي تزيل العقول أو تضر بالأبدان وتضيع الأوقات وتتلف الأموال. فينبغي للزارع أن يزرع الزرع كالبر والأرز والحبوب، ويزرع كذلك من الخضروات ما يحتاج إليها كالبقل والطماط والبطاط ونحو ذلك. هذه ثمار جيدة. وهكذا ما يغرس من النخيل والأعناب والرمان والجوز واللوز وغير ذلك من الأشجار الكبيرة النافعة. فلو أن المسلمين اهتموا بزراعتهم لاستغنوا عن كثير من الاستيرادات، ولا يبقوا عالة على الأمم الكافرة والمحاربة لأهل الإسلام، فما يحتاجون إليهم إلا القليل، يعتمدون على الله جل وعلا ثم على زراعتهم، فهذا ينفعهم حتى لو نشأ خلاف بين أهل الإسلام والإيمان وأعدائهم لا يتحكمون عليهم. هذا أمر. الأمر الآخر أن هذه الأشجار إذا زرعت وغرست لأهلها الثواب العظيم، حتى لو لم يشعروا من أنقصهم هذا الزرع فهم مأجورون وإن لم يشعروا، بل ربما ولو لم ينووا. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس، وجاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فلا يأكل منه شيء إلا كان له أجر، أو قال صدقة، ولا يسرق سارق منه إلا له صدقة، ولا يأكل سبع منه إلا له فيه صدقة، ولا يأكل منه طير أو تأكل منه طير إلا كان له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. فانظر إلى هذا الفضل العظيم والكبير للمسلم. فحين يغرس النخلة لربما هذه النخلة أو هذه العنبة أو هذه الليمونة أو هذه الشجرة المثمرة لربما تبقى مئات السنين، وصاحبها يجتني ثمارها وثوابها في الآخرة، يجتني ثوابها كلما أثمرت وأكل منها الطير أو اللص يسرق أو الآكل يأكل من القريب أو البعيد إلا أجر هذا الزارع. حتى لو انتقلت هذه المزرعة ببيع ونحوه إلى ناس آخرين وهو السبب في زراعتها فإنه يؤجر عليها. الله أكبر. فالزرع فيه منافع كبيرة لأهل الإسلام في الحياة وبعد الممات. فما يزرع الإنسان زرعا فيأكل منه طير أو بهيمة أو حتى السبع
من الكلاب والذئاب والوحوش تأكل من ثمر هذا الشخص إلا أجر وصارت صدقة له. الله أكبر. فهنيئا لكم معاشر الزراع الذين زرعتم ما ينفع، فهذه والله نعمة كبيرة، فالسقي لها والعمل فيها فيه خير، ولكن لا تشغلك عن ما يجب عليك من صلاة وصيام وبر وعمل صالح، وهكذا تؤتي زكاتها وآتوا حقه يوم حصاده. فعند أن يقوم الشخص بما يجب عليه من النفقة للأهل أيضا، ويتصدق للفقراء واليتامى والأرامل، إلا كان له أجر. وقد ثبت عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في الطريق إن سمع صوتا في سحابة تقول: أسقي مزرعة فلان ابن فلان. الله أكبر. صوت في سحابة يقول: اسقي مزرعة فلان ابن فلان. قال: لأنظرن ماذا عمل في هذه المزرعة. فمر تحت السحابة فإذا بالسحابة تنزل ماءها في شرج، ثم يمر على صاحب المزرعة، وإذا بصاحب المزرعة بالمسحة يسوي الماء. فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: اسمي فلان ابن فلان. لما تسأل عن اسمي؟ فإذا هو الاسم الذي سمعه في السحابة. قال: أسأل عن اسمك لأني سمعت صوتا في السحابة يقول: اسقي مزرعة فلان ابن فلان لهذا الاسم. فماذا تصنع في هذه المزرعة حتى تسقيت وحدك؟ قال: أما إنك قد قلت ذلك، فإني قسمت نتاج المزرعة 3 أثلاث، ثلث للأهل يأكلون، وثلث يعود على المزرعة، وثلث للفقراء والمساكين. فانظر إلى هذا الزارع العظيم والزارع المبارك، الزارع العاقل، كيف رزق ماء من السماء لوحده من بين الزراع، لما عنده من الفكر العظيم والهمة البالغة في تعفيف أهله من السؤال. وهكذا أيضا الصدقة على الفقراء والمساكين والمحتاجين. فهنيئا لمثل هؤلاء الزراع الذين يقومون بحق الله أولا، ثم بحقوق الأهل ومن استطاعوا من الفقراء والمساكين. وبالله التوفيق. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، إن الزراعة كما سمعتم فيها منافع كثيرة، وخاصة من زرع الزرع النافع له ولغيره، وغرس الغروس التي تبقى دهرا لنتاج الثمار. أما من يزرع ما يضره وما يضر غيره فهذا قد يجني المآثم، لأنه سن سنة سيئة، مثل الذين يزرعون التنباك، فإن التنباك فيه مضار كثيرة. التنباك في التهائم، ومن يستورده أو ينبته فإنه آثم لما فيه من المضرات. وقد أجمع أهل العلم على ضرر الدخان وما يتفرع عنه من التنباك ونحوه، لا يجوز بيعه ولا زراعته لما فيه من ضياع المال والوقت وضرر العباد. وقد اتفق الأطباء كما ذكره غير واحد أن
الدخان مضاره قاطعة ولا نفع فيه. والفقهاء يقولون ما كان فيه مضرة لا يجوز بيعه. ويلحق بالتنباك أيضا ما كان فيه من الحشيشة والمخدرات، فإن هذا إثمه أكبر وجرمه أعظم. فالذي يزرع الحشيش التي تذهب العقل وتجعل الآكل لها كأنه في تيه وفي سكر، فهذا يأثم زارعها وبائعها وحاملها والمحمولة إليه. هذه الشجرة أضر من الخمر لما فيها من المفاسد العظيمة، وإن كانت أثمانها بالغة. للأسف أن بعض الناس صار يتاجر فيها، وآخر يزرع فيها، وآخر يستوردها بالملايين، فإن هؤلاء عصابة تدمر بلادها وبلاد المسلمين. ولضرر هذه الحشيشة والمخدرات ضررها حتى أهل الشرك من الأمريكيين والنصارى يحاربون فكرة المخدرات، فديننا قد سبقهم إلى منعها لما فيها من الضرر على الفرد والمجتمع، وما فيها من الضرر اقتصاديا وعقليا. والدين جاء لحفظ العقل والمال والنفس والعرض. فهذه المخدرات وما في معناها فإنها تتعب المجتمع ماليا وعقليا، وتفسد أيضا الأخلاق. ولربما المخدر والسكران قد يقتل وقد يزني وقد يقطع الطريق وقد ينهب وقد. وهذا معلوم عند العقلاء أن من تعاطى المسكرات والمخدرات والحشيشة فإنها تضره غاية الضرر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحشيشة أضر من الخمر، بل تجعل العبد والمتعاطي لها بليدا، وتجعله كذلك في تيه وخبل وغير ذلك. وقد أخبرنا غير واحد أيضا أن الذين يتعاطون الحبوب والحشيشة تجعلهم كالخبلان وتجعلهم لا يعملون، وإنما صاروا يبحثون عن هذه المخدرات في كثير من أوقاتهم. وإذا انقطعت عليهم صارت أجسامهم ضعيفة لا تتحرك ولا تعمل. فهذا يدلك على شدة ضرر هذه المخدرات يا عباد الله. فنأسف أن بعض اليمنيين قد صاروا يبيعون الحشيشة ويزرعونها، وآخر يستوردونها، هذا من باكستان أو أفغانستان أو الهند أو السند. للأسف أنهم يتعاطون هذه الأمور العظيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يكتفون بما يحل لهم من الأكل والشرب وما يحل لهم كذلك من البيع والشراء، فنعوذ بالله من الجهل والضلالات. وهكذا ما يتعاطاه بعض الناس من تحويل مزرعته إلى زراعة القات، وما في القات أيضا من المضار، وما فيه من ذهاب المياه وذهاب السيارات التي تحمل القيتان من صدامات وغير ذلك من ضياع الأموال. وهكذا أيضا ما يحصل من ضياع الأرض نفسها، بدل ما تزرع الزراعة النافعة صاروا يزرعون القات الذي فيه من البلايا ما الله به عليم، من ضياع الأوقات وضياع الأموال. والمخزن نفسه يقول لك والله تعبنا فيه، لماذا ما تتركه؟ ما هي المصالح التي نفعت المسلمين في القات؟ لا استفادوا صناعة ولا تجارة ولا استفادوا تغذية. لو انقطع البر والأرز هل يكتفون بأكل القات؟
نكون محاقين فنسألكم بالذي خلقكم أيكفيكم القات إذا انقطعت عنكم ماذا موارد البر والأرز ما يكتفى بأكل القات يا عباد الله. إذن فلا بد للزراع أن يتقوا الله وأن يجتنبوا هذه الشجرة التي فيها من المضار والفساد على الفرد والمجتمع الشيء الكثير. ونخاف على هؤلاء التجار في القات والمروجين له أن يدخلوا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. رواه البخاري قالها النبي صلى الله عليه وسلم مرة فلهم النار، يحذرنا من هذه الطريقة من ضياع المال في المخدرات أو ما يكون في معناها من الضياعات. عباد الله، إذا كان الشخص ليس له أن يسرف بالمال في ماذا؟ في الذبائح الحلال وفي المطاعم الحلال، لا يرمي بها في الخارج ويزيد على الحاجة، فكيف بما فيه مضرات على الوقت ومضرات على المال ومضرات على الصحة؟ كم أناس أصابهم الكبد وآخر أصابه في ماذا؟ في أمعائه البلاء بسبب ماذا؟ القيتان، وخاصة ما يلقى عليه من السموم في هذه الأزمان. فكثير من المستشفيات تتلقى كثيرا من المخزنين. فاتقوا الله معاشر الناس، وحافظوا على صحاتكم وأموالكم، وحافظوا على أوقاتكم، فإن الله سائلكم عن هذا كله. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به. يا عباد الله، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فهذه نصيحتي لكم، نسأل الله تعالى أن يجعل لها القبول، وأن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأن يحفظ علينا ديننا وبلادنا من الفتن والزلل.